السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. وقبل ما أبدأ الفيديو بتاعنا وقبل أي حاجة عايزة طبعا إن أنا أرحب بكل جمهوري العزيز وإخواتي وعيلتي الجميلة اللي أنا طبعا بحبكم قد الدنيا دي كلها. بقول لكم منوريني ومشرفيني دايما، ووجودكم كالعادة على راسي من فوق. النهارده بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين داخله ومعايا فضلة خيركم. عايزه اقول لكم طبعا بمناسبه ان احنا خلاص بقى فصل الصيف بيودع وبقينا داخلين على فصل الشتاء، فطبعا جبت بقى شويه حاجات علشان طبعا فصل الشتاء وان احنا خلاص بقى نبدا ان احنا نرتب كده دنيتنا. خلاص الجو يعني بالنسبه لي بدا يبرد. فاول حاجه النهارده بقى انا جبت شويه مفارش وحاجات للسراير، السرير الكبير والسرير الاطفال كمان. فيلا بينا هوريهم لكم وهقول لكم انا جايباهم منين. بصوا بقى، اول حاجه انا مش اول مره ان انا اتعامل مع الناس دي، انا اتعاملت معاهم كذا مره، يعني تقريبا ما بتعاملش مع حد غيرهم اساسا. اول حاجه تعالوا بس نفتح ونشوف مع بعض، علشان انا شفت الحاجه عن طريق الصور، ما شفتهاش على الطبيعه، لكن انا عارفه ان الصور بتبقى طبق الاصل من الطبيعه، وعارفه ان هي بتبقى احسن كمان لان انا اتعاملت معاهم كتير جدا. يعني انا جبت منهم ملايات، جبت كوفرتات، جبت لحافين قبل كده للسراير بتاعت ملك وساجد، جبت كمان كفرات، يعني جبت حاجات كتير قوي والله العظيم. فتعالوا بس هوريكم وهقول لكم انا جايباهم منين، وكمان جايبه لكم بقى يعني جوائز. يعني المره دي بقى لاول مره ان احنا ان شاء الله هنعمل مع بعض كده سحب جوائز. هنعمل طبعا سحب الناس اللي هتدخل وتطلب اوردر من عندهم، هيبقى فيه زي نظام كود. الكود ده هو هيديهولك، بعد كده هيعملوا سحب على الكود، في 2 هيكسبوا مشتريات بقيمه 1000 جنيه مجانا. فاصبروا بس، انا جايه لكم بالتقيل. انتوا عارفين ان انا دايما باجي لكم معايا كده مفاجآت كتير قوي عشان خاطر عيونكم طبعا. اول حاجه خليني بس افتح، انا هقول لكم على كل حاجه دلوقتي ما تقلقوش، مش هكروتكم، بالعكس هقول لكم على كل حاجه. زي ما انتم شايفين الحاجه جايه كلها متقفله ومتلزقه بشكل يعني ايه، عشان توصل لك بشكل كويس، يعني لا في حاجه هتتقطع ولا حاجه هتتبهدل ولا الكلام ده كله. تجديد بتجديد بقى يا جماعه. تجديد بتجديد. خلاص البشاير هلت من اولها، تجديد ركنه، تجديد سراير، تجديد مفروشات، احنا هنمشي في كله بقى دلوقتي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريهم لكم كده دلوقتي، وبعد كده هاخدهم افرشهم على السراير وهوريكم. لا ده في حاجات لازم تتفك برضه كده. بسم الله. في رباط، ايوه 100 100. بصوا يا جماعه، اول حاجه انا جبت طقم ملايه طبعا بالمخده بالخداديات باللحاف بتاعهم. يعني تخيلوا الملايه بالمخده بالخداديات، طبعا احنا عارفين طقم السرير بيبقى كامل دايما المخده بالخداديات. جديده بقى ان احنا نعمل كمان لحاف من نفس لون وقماش وخامه الملايه بتاعتنا. يعني السرير بتاعك هيبقى مفروش متكامل، الملايه اللحاف او الملايه وكوفرتا زي ما انت عايزه، او لو هتعملي ملايه وكفر لحاف براحتك. السرير بتاعك هيبقى اشيك سرير في الدنيا، مش مثلا هيبقى اللحاف لون او قماشه والملايه لون او قماشه، كله طقم واحد كده. انتي بصي هتبقي بتدوري دايما على الفخامه هنا. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض الاول مره. بسم الله الرحمن الرحيم. دول بتوع الاطفال، دول بتوع الاطفال. بصوا يا جماعه، اول حاجه ادي الملايه بالشكل القمر. طبعا انت لما بتدخلي تتواصلي معاهم بتبعتي لهم، طبعا تقدري انت تتواصلي معاهم عن خلال التليجرام او الفيسبوك. بتختاري بقى عندهم صرح كبير جدا من الصور او كمان مقاطع الفيديو اللي هي القصيره، بتختاري اللي انت عايزاه على ذوقك. وبعد ما تختاري الحاجه اللي انت عايزاها بتاخديها سكرين شوت او بتعملي حفظ للصوره وبتروحي بعتها لهم على الواتساب، تقول لهم انا عايزه الموديل ده او اللون ده او التصميم ده، تمام، او الملايه دي او اللحاف ده على حسب الحاجه اللي عجبتك، وتقول لهم المقاسات بتاعت السراير بتاعتك سواء كان سرير كبير او سراير اطفال. بتقول لهم المقاسات واللون اللي انت بتحدديه وبس. وبصي في خلال 24 ساعه بيوصلوا لك الحاجه لحد البيت في اي مكان داخل مصر، وبتوصل لك يعني زي ما انتم شايفين كده، مفيش فيها غلطه، متقفله كويس بحيث لا حاجه تتقطع ولا حاجه تتبهدل ولا اي حاجه. طيب تعالوا نشوف. ادي اول ملايه من ملايات الاطفال. هزق بس دي شويه كده عشان ايه اعرف اقف واوريكم.
ادي اول ملايه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. يمكن هتلاقوا اللي مفروشين على السرير اصلا انا جايبهم من هناك، انا بقالي تقريبا 3 سنين ما بتعاملش مع حد تاني غيرهم. بصوا ادي اول ملايه اهي. طبعا يعني الشكل مش هيبان غير لما افرشه لكم على السرير، الملايه بالمخده بالخده ديت. بصوا شايفين اهي، مش هتبان برضو دلوقتي غير لما تتفرش. ادي اول ملايه. كمان عشان ما بقاش نسيت، انا مختاره الملايات بتاعه الاطفال عاديه مش استك، بس السرير الكبير جايبه استك. او لو انت عايزه تعملي العكس ماشي، يعني انت تقدري ان انت تختاري الملايات بتاعتك عاديه او باستك، تقدري تختاري القماش بتاعك ساده او مشجر، او تعملي ماتشنج ما بين الاثنين براحتك. اختاري اللون اللي انت عايزاه، الرسمه اللي انت عايزاها براحتك خالص، مش بيقيدوكي بحاجه معينه. ادي اول ملايه الاطفال. وطبعا دي تاني ملايه برضو اهي زيها. انا بس يعني عايزه افتحهم لكم واوريكم عشان كل حاجه تبقى قدامكم على عينك يا تاجر كده، ما بقاش كروتكم يعني. هفرشهم لكم كمان على السرير، يعني مش بس كده مجرد ان انا بوريكم وخلاص. ادي الملايه الثانيه بتاعت الاطفال اهي. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف المخده او الخده ديت. بصوا بقى الماتشنج العسل عندهم بصراحه، ذوقهم حلو قوي في الحاجات دي بجد. يعني هو يروح مختار لك بقى كده ايه لون من اللي موجود اصلا في الملايه نفسها، ويروح حاططهولك بقى في المخده في الخداديه على حسب بقى الموديل او على حسب اللون اللي يناسب معاكي. بصوا اخدوا من اللون البيج اللي موجود في الملايه وراحوا حطوه هنا في المخده، اللي هي المخده الطويله اهي. شايفين؟ فيديكي بقى يعني وانتي فرشه السرير بتاعك كده فخامه، والله العظيم فخامه بجد. ادي المخده الطويله. وطبعا ادي المخده الطويله بتاعت الملايه الثانيه كمان اهي. طبعا انا بعت المقاسات، يعني انا بعت المقاسات بتاعت السراير بتاعتي، انت بقى بتختاري المقاسات بتاعتك يعني بتقولي لهم عليها. ادي بقى الاثنين خداديه، واحده وقعت اهي، وادي الخداديه من نفس بقى القماشه بتاعت الملايه، بحيث بقى يعني ايه الماتشنج بس او الحاجه المختلفه تبقى المخده، وبعد كده اللي هي الخداديه دي بتبقى نفس الملايه، بيبقى شكله حلو قوي على السرير يا لهوي يجنن. وادي الخداديه الثانيه، شايفين؟ حلو قوي. كمان يا جماعه عندهم حاجه بصراحه بلاحظها دايما، عندهم المقاسات بتاعتهم، يعني حتى لو انت بعت لهم المقاسات بتاعتك بتاعت السراير تلاقيهم عاملين حساب ان هم ايه يخلوا المقاسات مبحبحه او مريحه، ما تبقاش على القد، ما تبقاش كنزه كده وتيجي تدخلي الخداديه ولا المخده تحس ان هي ضيقه وعماله تشدي فيها عشان تعرفي تدخليها جوه. لا، المقاسات بتبقى عندهم مريحه مرتاحه شويه، ما تبقاش على القد يعني. بصوا طبعا قماش يا جماعه قطن العمريه لا يعلى عليه والله، قطن صافي 100%، وكمان ضد الوبر. طيب دي بقى بتاعت السرير الكبير، بس انا عايزه اوريهم بقى اللحاف علشان نبقى خلصنا يعني طقم كامل. الملايه باللحاف ايوه، متربطه تربيط متربطه تربيط ايوه كده، لا مستحيل لا يوجد مستحيل. ادي بقى يا جماعه اول لحاف، وادي تاني لحاف. بصوا كل الحاف لوحده، كل الحاف لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بذمتكم يا جماعه ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ العيال بتتدلع انا النهارده جايه ادلع سرير العيال. بصوا شايفين اللحاف؟ الله، بصوا شايفين؟ انا بس مش عارفه ماسكاه مقلوب ولا ايه، المهم ان احنا لما نحطه على السرير الشكل هيبقى احلى بكتير. بصوا ادي اللحاف، ادي الوش اللي هو المشجر، وادي الوش الساده اللي هو بقى ايه ماتشنج مع المخده الساده. ايه رايكم؟ بذمتكم في حلاوه كده اقسم بالله رهيب. شايفين الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ حلو جدا، حلو جدا جدا. اختاري بقى الالوان بتاعتك اللي على ذوقك براحتك، اللي انت عايزاه اختاريه. حلو قوي، جميل جميل جميل، كمان يعني بيدفي ما شاء الله، حلو قوي. طيب تعالوا نشوف اللحاف التاني. طبعا هو كده كده زيه اهو، سريعا 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 عشان المصداقيه برضو تبقوا عارفين ان الحاجه ما شاء الله يعني توصل لكم على اكمل وجه. ادي اللحاف التاني بتاع الاطفال اهو، نفس النظام بالظبط. ايه رايكم؟ اهو، ايه رايكم؟ والله بقى اشب. طيب والله اعمل ايه؟ ادي اللحاف التاني بتاع الاطفال. تيجوا اوريهم لكم على السرير ولا اوريكم كله مره واحده الاول وبعدين نخش على السراير؟
مش عارفه. يلا خلينا بقى واحنا واقفين نشوف اللي على يعني ايه اللي موجودين دلوقتي. اما بقى بالنسبه للسرير الكبير يا جماعه، طبعا لما تشوفوه مع السرير هيبقى احلى بكتير من دلوقتي. طيب تعالوا بقى للسرير الكبير. دلعت السرير الكبير برضه، وانا يعني هدلع السرير العيال واسيب السرير بتاعي. طيب ادي بقى الملايه، طبعا مختاره برضو اللون رمادي على حسب ان هي بتبقى يعني ماشيه مع الاوضه بتاعتي. هنا بقى اخترت الملايه تكون باستك اهي. يعني انا قلت لك بقى تختاريها ساده عاديه مشجره ساده براحتك، يعني اللي انت عايزاه، استك مش استك براحتك. بصوا ادي الملايه اهي حلوه قوي ما شاء الله، المقاس بتاعها حلو جدا. بصوا جميله جدا. الاستك بقى بتاعها بحيث ان انت يعني وانت بتفرشيها بقى تروحي مدخله المرتبه من جوه كده، فيروح قافل عليها، فتيجي تبصي تلاقي المرتبه بتاعتك متساويه ومديه شكل بتاع يعني حلو قوي للسرير بتاعك. ادي الملايه اللي هي بتاعت السرير الكبير، ومعاها بقى المخده والاتنين خدادين. ادي المخده بصوا شايفين حلوه قوي اهي، وادي الاتنين خدادين. الاتنين خداديه بقى من نفس اللون والقماشه بتاعت اللحاف. بصوا شايفين الجمدان حلوه جدا. ادي الخداديه الاولى وادي الخداديه الثانيه. ايه رايكم؟ فل قوي. طبعا معاهم بقى اللحاف الكبير. تعالوا نشوفوا عشان ادخل اوريهم لكم بقى على السرير على طول علشان تقتنعوا وتشوفوا الشكل يعني ايه متكامل كده. ادي يا جماعه اللحاف الكبير، طبعا عشان هو كبير فمش قادره اشيله والله. بصوا ادي اللحاف الكبير طبعا ادي الوش اللي هو يعني لما تحبي تغيري بقى الوش، عايزه تخلي الوش مع المخده الكبيره والملايه ماشي، عايزه تخليه مع الخداديات براحتك بقى، دي حاجه بتاعتك وانت بتفرشي اللي انت عايزاه. عايزه تختاري القماشه وش وظهر زي ما هي لون واحد مفيش مشكله. بصوا مش قادره افرده انا مش قادره افرده. شايفين ادي الوش اللي هو الاولاني اهو تمام، وادي الوش التاني كمان حلو قوي والله، ما قادره اشيله والله. فيلا بينا دلوقتي هوريهم لكم على السرير وهقول لكم انا جايباهم منين بالظبط، علشان طبعا تلحقوا ان انتوا تدخلوا دلوقتي حالا عشان تاخدوا الكود اللي من خلاله طبعا هتكسبوا معانا مشتريات بقيمه 1000 جنيه مجانا، حاجه كده هتاخديها ببلاش ان شاء الله. هتكسبي بس عشان خاطر سماح بس المهم ان انت تكسبي عشان خاطري وبس. فهقول لك كلمه السر اللي تروحي تقوليها دلوقتي. فيلا بينا هوريكم شكلهم بعد ما افرشهم على السرير. يلا بينا. تعالوا بقى يا جماعه اوريكم الطقم باللحاف المخده والخداديات وهو متكامل على السرير، شكله خطير بجد والله العظيم، شياكه يعني. بصوا شايفين المنظر، ادى فخامه وشياكه كبيره قوي قوي للسرير والله العظيم بجد. شلت بقى اللي كانوا مفروشين خلاص عينتهم وقلت لا افرح بقى بالجديد. شايفين طبعا ده اللحاف هتفرشيه بقى على الوش او الناحيه اللي انت عايزاها براحتك خالص. شايفين الشكل عامل ازاي؟ حلو قوي. قولوا لي دلوقتي انتوا شايفين يعني الشكل عامل ازاي؟ تعالوا بس كده اقرب لكم على المقاس بتاع المخده والخداديات علشان تكونوا شايفين كل حاجه بنفسكم. بصوا يا جماعه الخداديه المقاس بتاعها مرتاح ازاي، يعني واسعه وحلوه، لا مش هتقعد بقى تزهقك، لا مفيش ثانيه واحده هتكوني شلتيها او ركبتيها. يعني بصوا حلوه جدا. كمان المخده نفسها الطويله بصوا شايفين فيه هنا اصلا يعني قماش متبقي قد ايه، مش اللي هي بقى بالظبط وعلى القد وضيقه والكلام ده كله، لا. حتى كمان الملايه نفسها وانا اساسا بفرشها كده وبحطها يعني بحط الاستك بتاعها تحت، المقاس بتاعها حلو قوي والله العظيم بجد. فقولوا لي بقى ايه رايكم في الطقم ده بعد ما اتفرش؟ قولوا لي شايفين الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ اقسم بالله روعه روعه روعه. مش اول مره ان انا اتعامل معاهم خالص، اتعاملت معاهم كتير وان شاء الله كمان هتعامل اكتر واكتر، لان طبعا الحاجه لما بجيبها وبجربها وبلاقيها كويسه ان هي تستاهل ان انا اجيبها غسيل ولبس او غسيل واستخدام بجيبها تاني طبعا. شايفين الشكل ده؟ طبعا بالنسبه للسرير الكبير. تعالوا بقى دلوقتي اروح افرش معاكم سرير الاطفال باللحاف بتاعهم. طبعا اللحاف شايفين كبير وحلو قوي، شايفين المنظر تحفه يا جماعه، اقسم بالله تحفه. شايفين حلو قوي. فطبعا انا عاملاه كده بس عشان تبقوا ايه شايفين برده الملايه تحت وفوق، يعني يبقى المنظر كامل قدامكم حلو جدا. تعالوا بقى دلوقتي كده ايه
اروح اوريكم سراير الاطفال هي كمان. يلا بينا. جاهزين بقى يا جماعه تشوفوا سراير الاطفال اللي بجد احلى كمان من السرير الكبير والله العظيم. يعني بجد انا بقيت محتاره قصاد كل الجمال اللي انا شايفاه. بصوا ده اول سرير، طبعا شلت كمان اللي كانوا محطوطين ورحت جايه حاطه بقى الجديد. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حلو قوي قوي قوي. شايفين كمان المقاسات زي ما قلت لكم مظبوطه جدا، كمان مريحه، يعني باين كمان الخداديه ان هي واسعه كمان ومبحبحه زي ما قلت لكم. بالنسبه بقى للملايه فهي طبعا كبيره على السرير كمان، لو انت عايزه بقى تبقي تطويها كده تحت المرتبه براحتك. انا سبتها كده بحيث ان انتوا تبقوا شايفينها يعني. بصوا شايفين طبعا الشكل، يعني مش محتاج ان انا اتكلم، هو بيحكي عن نفسه اساسا. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. طبعا بالنسبه بقى للحاف اهو، انا يعني حاطه على الناحيه السادة عشان بس يكسر القماش المشجر. اما هو طبعا اهو نفس اللون والقماشه بتاعه الملايه بالظبط. يعني انت متخيله بقى الشياكه بتاعه السرير اهي من نفس القماشه، يعني مش ده بقى حاجه وده حاجه زي الحاجات اللي احنا متعودين عليها، لا. شايفين بقى الشياكه؟ طبعا اي حد بقى يجيلك البيت ويشوف الجمال ده اكيد هيسالك انت جايبه منين، ما هو هيستغرب الحاجات الحلوه دي، ان طبعا مش متعودين عليها ان الطقم يبقى كامل متكامل كده. طبعا هتقولوا لي دلوقتي بقى ايه هتجيبوا منين يا سماح؟ انا هقول لكم اصبروا بس. شايفين بقى السرير التاني كمان؟ شايفين بقى الجمال؟ حلو قوي. يعني الاولاد اساسا لما يشوفوا المنظر ده هيفرحوا جدا. طبعا انتوا عارفين بقى سواء كان اولاد او بنوتات، هناك طبعا متوفر الاشكال بقى اللي هي ايه، لو عندك بنات تناسب معاهم اولاد، يعني براحتك بقى خالص هتختاري الرسومات زي ما قلت لك. ايه رايك؟ شايفين العظمه دي يا جماعه؟ اقسم بالله تحفه. شايفين؟ 100 100 100 100. تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم انا جايبه الحاجات الحلوه دي منين، وعشان كمان اتكلم معاكم في موضوع السحب بتاع الجوائز اللي انتوا هتكسبوها معانا. يلا بينا. طبعا شايفين بقى السريرين مع بعض. بصوا شايفين المنظر؟ يا لهوي، ده بجد ادى فخامه للسريرين حتى بتوع الاطفال، مش بس السرير الكبير. ودلوقتي بقى يا جماعه، وبعد ما شفنا مع بعض اطقم السرير اللي كلها فخامه وشياكه واللي بجد زودت السرير يعني شكل حلو قوي، بجد شكلهم جميل جميل جميل، عاجبني جدا. طبعا دلوقتي كلكم هتسالوني يا سماح انت جبتي الحاجات الحلوه دي منين؟ هقول لكم عشان تعرفوا بس ان انا دايما بجيب لكم الحاجه الحلوه، ما بجيبلكوش حاجه وحشه ابدا. طيب اول حاجه يا جماعه، انا جايبه الحاجات دي من محل بيبيع قماش العمريه اللي هو القطن الاصلي. يا جماعه القماش عندهم ضد الوبر بجد، لا بيتاثر بعوامل مثلا شمس، او ان انت بيتاثر في الغسيل بميه سخنه ان هو بيكش، ولا الكلام ده خالص، لان انا اتعاملت معاهم اكتر من مره، فانا خدوا الكلام مني ثقه. تمام. زائد بقى يا جماعه انت تقدري تشكلي القماش بتاعك عندهم على ذوقك. يعني اول ما بتدخلي عندهم بيبعتوا لك طبعا صور وحاجات، انت بتختاري اللي انت عايزاه. بتقدري بقى ان انت مثلا تختاري انت عايزه ملايه، عايزه ملايه والحاف، عايزه ملايه وكوفرتا، عايزه كفر للحاف بتاعك، يعني كل حاجه متاحه عندهم. تختاري اللون اللي انت عايزاه، عايزه ساده، عايزه مشجر، عايزه مثلا ماتشنج ما بين الاثنين، انت توفقي ساده ومشجر مع بعض، عايزه الملايه بتاعتك اللي هي العاديه زي السراير بتاعت الاطفال، او عايزاها باستك زي السرير بتاعي الكبير، يعني براحتك خالص. وعندهم ميزه بقى حلوه قوي في التوصيل عندهم يا جماعه، بيوصل لك الحاجه خلال 24 ساعه، بتجيلك متقفله وبشكل حلو جدا زي ما شفتوا معايا، بحيث ان الحاجه ما تتبهدلش، ولا ان حد مثلا ايه تتاثر بشيل وحط ولا الكلام ده كله. تعالوا بقى دلوقتي نيجي لاهم حاجه، وهي كلمه السر. عشان ايه ما تقوليش يا سماح انت خدتينا كده في دوكه وتوهتينا، وانت من ساعتها كده في اول الفيديو قلتي ده في حد هيكسب حاجات ب1000 جنيه وعملتي دوشه كده وعايزه تضحكي علينا. لا طبعا ما اقدرش ان انا انساكم، وما اقدرش ان انا اضحك عليكم. ايه هي بقى كلمه السر؟ ركزوا بقى معايا، يعني سلكوا ودانكم ركزوا معايا قوي. انت هتدخلي دلوقتي حالا من خلال التعليق اللي انا هكون مثبته لك تحت، سواء كان على التليجرام او على الفيسبوك، ادخلي بس قولي لهم ان انت تبع سماح صقر، او من متابعين حب حياتك ودلعي مطبخك. ايه بقى اللي هيحصل؟ قولي لهم انا تبع سماح صقر وعايزه كود، قولي لهم انا عايزه كود، هيبعتوا لك الكود احتفظي بيه. بعد ما بيخلص بقى خالص، يعني بعد العدد كله ما هيدخل يبعت، هيعملوا سحب على 2 من كل اللي بعتوا الاكواد بتاعتهم معاهم، هيختاروا 2 هيكسبوا مشتريات من عندهم مجانا بقيمه 1000 جنيه.
تمام كده تمام. فيلا دلوقتي حالا ادخلوا. طبعا اكيد ممكن يبقى من حظك ان انت تكسبي، ما تيأسيش ابدا. طبعا هم يختاروا المره دي 2، المره الجايه يبقى 4، المره الجايه يبقى 6. طبعا هنزود الموضوع ده عشان ان احنا ندي فرص لناس كتير ان هي تكسب معانا. فان شاء الله بالتوفيق للجميع، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده معايا في الفيديو. اي حد محتاج اي حاجه ادخلوا تواصلوا معاهم من خلال الارقام واللينكات اللي انا هسيبها لكم تحت في اول تعليق، وقولوا لهم بس انكم تبع سامح وهم يعملوا معاكم الواجب. بس كده. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد بكره. تصبحوا على الف خير ومع السلامه.